والقصة بتبدأ من فوينلان برادا، ضاحية مدريد يلي خرجت أكثر من لاعب موهوب. هناك ولد بيترش لأب مغربي وأم إسبانية، وعاش طفولته بين الكرة والحلم الكبير. من صغره كان واضح إنه في عنده شيء مختلف عن باقي أطفال جيله، سواء بطريقته للمس الكرة أو فهمه للعبة. بس الطريق ما كان مباشر أبدا. البداية كانت مع أتلتيكو مدريد، الخصم التقليدي لريال مدريد، وهي نقطة دائما بتضيف نكهة خاصة لأي لاعب بيلبس القميص الملكي لاحقا. وبعد فترة من الزمن اتنقل بين ختافي وليغانيس، واكتسب خبرة مهمة رغم صغر سنه، لحد ما وصل للمحطة الأهم بمسيرته عام 2023 لما انضم لأكاديمية ريال مدريد كاستيا. وبهي المرحلة ما كان اسمه متداول بقوة، ولا كان يعتبر نجم الجيل. بالعكس، التوقعات كانت متواضعة، ويمكن حتى كان مرشح انه يمشي بنفس طريق كتير من لاعبين الأكاديمية بريال مدريد.